مورينيو ولا كلوب؟ زيدان ولا ديشامب؟ السلام عليكم. من يوم إقالة تشابي ألونسو والصحف المدريدية والصحف العالمية وما في صحيفة بالكرة الأرضية إلا ما صارت تقول ريال مدريد نهاية الموسم راح يتعاقد مع فلان، نهاية الموسم راح يتعاقد مع كذا، الموسم الجاي راح يتعاقد مع فلان. ما صفي مدرب إلا ما انطرح. حتى تخيلوا، لكن تخيلوا أليجري طرحوه. أليجري اللي ما أنا يعني منيح اللي ما له موجود هلا بالقائمة النهائية الحمد لله. هل هذا الشيء طبيعي على نادي مثل ريال مدريد؟ لأنه ريال مدريد دائما عليه الضوء، أكثر نادي بالعالم. أي تكة بصير فيه بتصير من وراء، يعني بتصير سبق صحفي لأي صحيفة بالعالم. بتحس إنه أي مشكلة لو كانت صغيرة الصحافة بتساويها كبيرة. على العموم ما رح طول عليكم، في 4 أسماء مرشحة بقوة لتدريب ريال مدريد. رح لكم وجهة نظري فيها وانتم اعطوني وجهة نظركم، بس مثل العادة إذا مالك مشترك اشترك لو سمحت، ولا تنسى لي اللايك. وهلا حنبلش. رح بلش من الترتيب، المركز الرابع للأول. المركز الرابع هو ديشامب. ديشامب أنا برأيي ما خرج يدرب ريال مدريد نهائيا. ديشامب صار له من 2018 هو عم يدرب منتخب فرنسا. يعني هو بعيد عن أجواء التدريب اليومي الضغوطات اليومية، فما بالك نادي مثل ريال مدريد. يعني ديشامب قبل بطولة كأس العالم أو أوروبا أو المباريات الودية بيجي الفريق لعنده 4 5 أيام أو شهر، إذا كان في بطولة كبيرة بيتدربون كذا، بيعطي تكتيكات بيفوت على البطولة. بينما إذا كان نادي بده يتدرب يوميا، بده يقعد بده يتحمل ضغوطات، صحابه شو عم تحكي، لاعب انصاب بده يجيب لاعب ثاني ويفكر قيم يحط، يعني عنده تشكيلة محدودة من اللاعبين. بينما المنتخب مثل ما عم لكم قبل شوي الخيارات مفتوحة، وهو دائما عنده فترة معينة اللي يدرب فيها، فما حيكون ضغط يومي عليه. فما بالك نادي مثل ريال مدريد ضغط هائل، ضغط يومي. فدي شامب أنا بحطه المركز الأخير، لا يجي نهائيا، لا يورجينا وشه، خليه بفرنسا. جوزيه مورينيو أنا بالنسبة إلي أنا يعني عندي سبيشال 1. هو قال عن حاله سبيشال 1، أنا بالنسبة إلي جوزيه مورينيو هو فعلا سبيشال 1. انا بالنسبه لي مورينيو واحد من اهم مدربين كره القدم بالتاريخ. الشيء اللي سواه مع ريال مدريد يعني طالعوا من تحت الارض للبطولات. هو اخذ معه دوري، طبعا اخذ معه كاس، ما عمل دوري ابطال اوروبا، بس 3 سنين متتاليه وصل معه لنص نهائي دوري ابطال اوروبا، بعد ما كان 4 5 سنين متتاليه او اكثر يمكن يطلع من دور 16 او دور ربع النهائي. يعني مورينيو عمل نقله نوعيه كبيره، وعمل تشكيلة فريق رائعة جدا. يعني فعلا ريال مدريد لما كان تحت قيادة مورينيو قدم مستوى خيالي، فعلا خيالي. حتى لما انتهى الموسم بطل الدوري كان مسجل عدد أهداف أكبر عدد بالليغا تقريبا من فوق ال 100 نقطة. والله بصراحة نسيت التفصيلة بالضبط قديش، بس هو فوق ال 100 نقطة وأكثر من 120 هدف تقريبا أو 118 هدف، يعني مشان ما أكون دقيق، يعني مشان أكون دقيق بال 100%. بعدين مورينيو على عقلية الأولاد اللي عنا، هو أكثر مدرب رح يقدر يضب اللعيبة اللي عنا، ضد الأولاد، هن مو لعيبة، أولاد، كلهم أولاد، كل شيء بريال مدريد أولاد، أطفال، عقلهم عقل الأطفال. فبدهم واحد مثل مورينيو يضبهم مزبوط. وما بننسى كاسياس لما عمل معه مشكلة، ونفس الشيء سيرجيو راموس، وبالاخير حط كاسياس وحط راموس احتياط وما سأل على الإدارة وما سأل على حدا. هذا مدرب شخصيته كتير كبيرة. بتوقع إذا إجا على ريال مدريد رح يقدر يعمل شيء كتير منيح انضباطيا، ولكن تكتيكيا هو بصراحة يعني ما له عم يواكب التكتيك الحديث، وشوي بعيدا، يعني هو متراجع شوي أداؤه تقريبا. أما انضباطيا رقم واحد. زيدان رجل الثلاثية. زيدان أكثر شخصية محبوبة بريال مدريد. صح في قسم كتير كبير من التشكيلة الموجودة حاليا ما بيعرفوه حتى لزيدان شخصيا، او بالاحرى مو مدربون ريال مدريد، بس هو شخصيه وكاريزما محبوبه جدا. بعدين تكتيكيا الزلمه شغال، يعني وقت اجى وقت اجى استلم ريال مدريد كان عنده فريق مرتب وقدر يصنع منهم فريق خارق. 3 بطولات متتاليه بدوري ابطال اوروبا ما صارت تاريخيا. يعني بالمختصر المفيد، زيدان اذا انطرح بقوه على الطاوله انا مع زين الدين زيدان، ما في اي مشكله. الاسم المرشح والمطروح بقوه هو يورجن كلوب، وما بتخيل اي انسان محب لريال مدريد ما بيتمنى كلوب يجي يدرب ريال مدريد، خاصة انه هو ما كان عنده تجارب بهذا النادي. يورجن كلوب لما راح على ليفربول كان ليفربول بالحضيض، كان مركز 10 و11 و12 واحيانا بين 6 و7، دائما فريق متراجع، دائما مركزه هابط تحت. اجى كلوب مع شوية تعاقدات قلب الفريق فوقاني تحتاني. بعدين انسى لي كل شيء، الشيء اللي سواه مع دورتموند ما في مدرب مثل كلوب قدر يساويه. يورجن كلوب شخصية، كاريزما، مدرب تكتيكي لأعلى الدرجات، وهذا المدرب اللي فيني أقول لك عليه 100% هذا عم يواكب دائما التطورات بالتدريب. يورجن كلوب إذا استلم ريال مدريد لازم تكون كلمته مسموعة بالإدارة، لأنه إذا بيريز ضل على عقليته، هو بده يمشي بالفريق أو بده يمشي الفريق مثل ما بده،
اذا بيجيبوا 10 مدربين ريال مدريد ما رح يزبط. لازم يجي كلوب يقول لرئيس النادي انت عود اخي، عود على المنصه، انت عود اتفرج على المباراه، ما لك علاقه بشيء، اتركني انا اتصرف بالتعاقدات، بالتكتيكات، بالخطه، بكل شيء. انا المسؤول الاول والاخير عن ريال مدريد وعن تشكيلته، وبالاخير انا مسؤول عن النتائج. لانه صاير المدرب ريال مدريد هو الشماعه، اي خساره بيحطوا الحق على المدرب، والمدرب يكون لا له علاقه بالتعاقدات ولا له علاقه. كثير من المرات سمعنا انه بيريزي بيتدخل بالتشكيله، والدليل لما الونسو طالع فينيسيوس بمباراه برشلونه وصارت من وراها المشاكل. هون المشاكل كبرت لانه الونسو مشى كلمته على فينيسيوس، بيريز ما رد على الونسو، ضحى فيه كرمال فينيسيوس. هذا الشيء كله خطأ، وهذا الشيء بيأذي اي نادي بالعالم. بالنهاية اعطيتكم رأيي بكل مدرب، اعطوني رأيكم انتم واكتبوا لي اياه بالتعليقات. نلتقي على خير، السلام عليكم.